خبر عاجل: نبش مقبرة سيدة ولعبت بجثتها يستنفر رجال الدرك الملكي بإقليم إفران. إذن أعزائي الكرام، قبل أن نمر للتفاصيل المرجو دعمنا بلايك لكي يصل هذا الفيديو لأقصى حد ممكن وتعم الفائدة على الجميع، وشكرا. استنفر جهاز الدرك الملكي بإقليم إفران عناصره للتحقيق في واقعة نبش قبر امرأة مدفونة بمقبرة أجيوان بإحدى الجامعات الترابية التابعة لإقليم إفران. وفي تفاصيل الواقعة، ذكرت مصادر إعلامية أن قبر المتوفية تعرض للنبش يوم أمس الخميس 5 يناير الجاري على يد مجهولين لا يزال البحث عنهما متواصلا. وأوضحت ذات المصادر أن المشتبه فيهم عمدوا إلى رفع الأتربة واللحود عن القبر بالكامل قبل أن يقوموا بإخراج الجثة من مكانها في القبر والعبث بها وبكفنها. وأفادت المصادر نفسها أن أسرة المتوفاة اكتشفت عند قيامها بزيارة مقبرها تعرض هذا الأخير للنبش، هو ما عجل بإخبار السلطات المحلية التي حلت بعين المكان مرفوقة بمصالح الشرطة العلمية، حيث أعيد دفن الجثة بعد معاينتها بأمر من النيابة العامة المختصة.